حكيت موقف ونزلته على الفيسبوك. الموقف حصل معايا وانا باخد عميل من على ديدي من اكتوبر هوديه للمطار. فالمهم الموقف باختصار بس عشان اقول لكم بقى تعليقات الناس على الموقف ده وعلى اي موقف تاني، سواء بقى في النقل الذكي او في اي موقف شخصي او اي الكلام ده. في بعض العقليات بتفكر بطريقه انا مش قادر استوعبها لحد دلوقتي. ده تعليق واحد من الناس اهو. الموقف بقى باختصار وانتوا بتقروا التعليق كده. اخدت عميل من اكتوبر على ديدي وكان رايح المطار. الكلام ده كان من حوالي شهرين تقريبا او 3 شهور. فالمهم العميل فضلت مستنيه اكتر من 5 دقايق. بعد ما جه طبعا ما اعتذرش عن التاخير او اي حاجه، وجه كان معاه شنط، حط الشنط قدام العربيه وسابني ومشي. ما قالش اي حاجه، ولا قال انا رايح فين، ولا قال انا هجيب حاجه ثانيه وهجيب بقيه الشنط واجي ولا لا. وبعدين العماره مش انا مش واقف جنب العماره، لا ده في جنينه وممر بيخش فيه، يعني مش كتير. رجع تاني. المهم وقف قدام العربيه كده بيبص للشنط ويبص لي، بيقول لي هو انت ما شلتش الشنط ليه؟ انا طبعا قاعد في العربيه يعني. بقول له حضرتك شنط ايه اللي انا شيلها؟ يعني ما بشيلش شنط، مش شغلتي والله. فراح فتح الشنطه، فتحت له الشنطه، حط الشنط بتاعته وركب. انا ما عنديش مشكله ان انا اساعد اي حد وبساعد الناس، يعني واحده ست كبيره، واحده مش قادره، راجل كبير في السن مش قادر، انما واحد عنده ايد ورجل زي ما انا عندي ايد ورجل كده، وبعدين كمان بيتكلم باسلوب مش حلو او عاملها ان هي فرض عليا. فطبعا عمري ما هشيل الشنط ولا عمري هساعد. بنعملها من باب الذوقيا، حتى لو انا مش شغال في المجال وشفت واحد مثلا حتى في سني بيشيل حاجات كتير وبتاع وطلب مساعده هساعده. الاقي بقى تعليقات كتير، هي مش كتير قوي يعني، هي نسبه قليله بس هي نسبه كبيره برضه. لو بتتنك على الشغل ما تشتغلش، ده في امريكا بيشيلوا الشنط. انا خدام اكل عيشي. لا يا حبيبي، انا مش خدام اكل عيشي، انا رزقي ربنا كاتبه لي في السماء. مجرد ان انا بعمل سعي بسعى على رزقي، هيجي لي بكرامتي وهيجي لي بدون ما حد يهني ولا الكلام ده. كده كده رزقي اللي ربنا كاتبه لي هيجي لي. خلصنا بقى من الموضوع ده، نخش على موضوع تاني، موضوع البنزين. دخلت محطة بنزين احط بنزين. انا الطبيعي مثلا لما بحط بنزين بسيب 5 جنيه، وهو مش فرض عليا، ساعات ممكن ما اسيبش يعني. فجيت بحط البنزين، فالمهم كانت المحطة زحمة، في دماغي ان انا